عنوان القصة: صوت الخطوات فوق السقف ليلة عتمة. كان سامي قاعد في أوضته لوحده، البيت كله ساكن والهدوء مخيم، بس فجأة سمع صوت خطوات خفيفة بتتمشى فوق السقف. في البداية فكر الحيوانات صغيرة أو حاجة زي كده، بس الصوت كان واضح وتقيل، مش صوت خفيف ولا خبط عادي. سامي وقف فجأة، حاول يسمع أكتر. الخطوات كانت بتتحرك ببطء، كأن حد بيستعرض فوق السقف، مش بيجري ولا بيهرول. الصوت بيجيله من فوق راسه بالظبط، وكان بيخلي قلبه يدق بسرعة، بس مع كده ما قدرش يتحرك من مكانه. فجأة الصوت وقف. سامي كان نفسه يطمن، لكنه بنفس الوقت حس إن الجو اتغير، حس إن في حاجة بتراقبه من فوق. بدأ يسمع همسات خفيفة مش واضحة الكلام، بس كانت بتجيله من السقف نفسه، وكأن حد بيحاول يتكلم معاه من فوق. سامي مسك موبايله وفكر يتصل بأصحابه، بس فجأة الموبايل طفى لوحده. حاول يشغله تاني لكن ما كانش فيه أي إشارة. القصة بقت أغرب لما فجأة الباب بتاع الأوضة اتفتح لوحده بصوت خفيف، مع هواء بارد دخل من غير سبب. الخطوات رجعت تتحرك تاني، بس المرة دي كانت بتقرب أكتر وأكتر، لحد ما سامي حس إن حاجة بتلف حواليه. حاول يصرخ بس صوته اختفى، وبعدها كل حاجة سكتت فجأة، كأنه مفيش حاجة حصلت. في اليوم اللي بعده جيران سامي لقوا البيت مقفول ومفيش حد بيرد على الباب. لما دخلوا ملاقوش سامي، بس لقوا على السقف أثر خطوات كبيرة وعميقة، وأثار رجليه دم باينة على الأرض تحتها. البيت اتقفل بعد الحادث، والناس بقت تحكي إن صوت الخطوات ده بيجي في كل ليلة، وبيسمعوه ناس كتير، بس محدش قدر يشوف إيه اللي بيعمل الصوت ده فعلا. صوت الخطوات فوق السقف لحد دلوقتي لسه لغز ما تفهمش.